ازيكم؟ النهارده هنكمل كلامنا عن نوعين كلاب متشابهين ولكنهم نوعين مختلفين. والحلقة المرة دي صعبة لأن الكلبين اللي معانا النهارده هما الاتنين من إيطاليا، وهما الاتنين من أفضل أنواع كلاب الحراسة في العالم، وهما الاتنين كمان سلالتهم بتنحدر من نفس فصيلة الكلاب الكولوسال المنقرضة من أيام المملكة الرومانية في إيطاليا. وهنا احنا بنتكلم عن الكاني كورسو والنيابولتان ماستيف. يلا بينا نبتدي. هنتكلم الأول عن الكاني كورسو. هو أشهر كلب إيطالي، كلب ضخم شرس وشجاع، جسمه قوي جدا وعضلي، ولكن حركته سريعة بالنسبة لحجمه. ألوانه متعددة، أشهر الأسود والبني والبيج والرصاصي. الكاني كورسو ليه علامة مميزة، إن لون عينيه بيكون لون جلده، يعني لو هو أسود بتكون عينيه سودا، ولو رصاصي بتبقى رصاصي، وهكذا. سلوك الكورسو بيختلف حسب تربيته، ولكنه غالبا بيكون طبعه هادي حوالين الحيوانات اللي يعرفها وحوالين الناس وخاصة من الأطفال، ولكنه حذر جدا مع الغرباء وغير مرحب بيهم. وزنه بيوصل ل50 كيلو. الكورسو كلب صياد بجانب انه كلب حراسة ممتاز، ولذلك ساعات بيفشل ككلب الرعاية او مزارع بسبب غريزة الصيد العالية عنده. ثانيا هنتكلم عن النيابولتان ماستيف، واللي سلالته بتنحدر من مدينة نابولي من جنوب ايطاليا. بيتميز بالجلد المجعد والوانه بتكون فقط رصاصي واسود. النيابولتان كلب شرس بطبعه تجاه الناس والحيوانات التانية، خاصة الكلاب من نفس النوع. مش بيخاف من حاجة أبدا. كلب صعب التدريب وسلوكه مسيطر، قوي جدا جدا جسديا وعنده تحمل عالي للألم. طاقته قليلة وحركته تقيلة، ولكن زي ما بنقول دايما لو انت عارف بتعمل ايه وجبت جرو صغير هيطلع معاك كلب كويس جدا. ميزته انه مش بيتحرك كتير، مش بيحب الفرهدة، وبيفضل يقعد جنبك ويحرس الأماكن الصغيرة. النيابولتان بيتعلق أكتر بشخص واحد فقط ويسمع كلامه أكتر من كلب عيلة، وعشان كده مش بيفضل في العيلة اللي عندها أطفال. وزنه بيوصل ل70 كيلو، وعشان كده لازم تبقى قوي جدا جسديا عشان تعرف تتعامل معاه. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب. سلام.